مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من حديث الركح على موجات اذاعه تونس الثقافيه. تحيه لكل احبائنا واوفيانا وخاصه لعشاق الفن الرابع. اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد المسرحي الاسبوعي على موجاتنا الذي ينطلق على الساعه 8 مساء. يؤمنه لكم تقنيا الزميل عبد السلام الشمتوري، تحيه لي، ومن امام الميكروفون كالعاده اهلا وسهلا سي كمال. مساء الخير. اهلا وسهلا، تحيه الى كافه المستمعين. وسماح قصد الله أحييكم، أهلا وسهلا بكم كالعادة كيف تعودتوا. يعني في هذا الموعد نتحدث عن الكثير من المسائل التي تهم المسرح والفن الرابع في تونس وفي الوطن العربي، ولما لا أيضا في العالم. وأيضا أحيانا نستضيف شخصيات مسرحية هامة أو نتحدث عن أعمال مسرحية جديدة أو قديمة، ونحاول أن نلامس كل المواضيع وكل الأحداث التي تخص المسرح في تونس. تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 71 844 600، وايضا موقعنا الالكتروني www.radioculturel.tn، وصفحتنا الخاصه على الفيسبوك بعنوان اذاعه تونس الثقافيه، وعلى صفحتي الخاصه ايضا. اهلا وسهلا بكم. اليوم الحقيقه انا سعيده جدا جدا لانه ضيفه عزيزه على قلوبنا وعلى قلبي شخصيا، ومسرحيه من الطراز العالي، ونفخر جدا بانه اسم مثل هذا الاسم موجود في المشهد المسرحي والثقافي عموما، لأنه هي فنانة بفنها تلامس كل القطاع الثقافي ولها بصمتها. وما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الذين يحملون قضايا الوطن في أعمالهم، في أحلامهم، في طموحاتهم. وهي فنانة طبعا مسيرة طويلة مع المسرح، مش نتحدثوا على الكثير من التفاصيل، لكن خاصة أنه مش نحتفي معها بهذا العمل اللي هو منذ فترة وهو يلاقي الإعجاب والاستحسان، وما زال. غدا إن شاء الله مش يكون عرض خاص بيته ونتحدثوا عليه، وأيضا هناك جولة خارج حدود الوطن. طبعا هي الممثلة والكتبة المسرحية والاسم المسرحي المعروف والهام ليلى طوبال، الأستاذة ليلى طوبال. مساء النور. عسلامة، مرحبا. عسلامة، مساء المسرح. مساء النور، عسلامة للسادة المستمعين الكل. أنا زادة فرحانة بيك سماح، وفرحانة بسي كمال على خاطر الرجل هذايا عشرة كبيرة، ويفكرني في قديش محتاجين باش نستحفظوا ونحطوا في عينينا وفي قلوبنا ناس عطاوا برشا للمسرح وللمهنة وللثقافة كما سي كمال. يشرفني سيدي برشا كوني نكون اليوم معاك موجودة. ربي يفضلك. يعيشك. ومن سي كمال طبعا يعني من الاسماء الهامة، وخاصة الاستاذة ليلى، ومن عشان يعني تساعدني في رايي هذا انه الاسماء هذه اللي هي الى جانب قيمتها يعني المسرحية والفنية الهامة والثقافية، عندها التواضع هذيك الجميل، التواضع اللي هو ينبع مكل المحبة اللي يصدرها للناس الكل، انه ما يهموش في مصلحة ذاتية شخصية ضيقة، لكن هو يعني فاتح قلبه للجميع. وكيفك يعني تشتركوا في الامر هذا؟ صحيح، انا ما نعتبرش كونه الفن ينجم يكون متواجد في نفس الفضاء مع الانسان اللي يقول انا، معناتها اللي الأنا متاعو منتفخ. التواضع اللي هو معناتها قيمة أساسية، كونه إنسان يقول مهما عملت ومهما وصلت ومهما كتبت ومهما صارت من نجاحات، كل يوم كي نقوم الصباح نقول أنا شكون ساعة. وكل ما تقابل الجمهور يبدا قلبك يدق كأني اول مره وقت طلعت على الركح عمري 16 سنه. معناتها هام برشا كونه كل عرض كل عمل إعادة نظر، كونك ماكش مرتاح، كونك ماكش متهني، كونك ما ترقدش في الليل، كونك تقوم 3 متاع الصباح وتسأل روحك هل أنا في الثنية صحيحة. فما حاجة اللي هي بعيدة كل البعد على التواضع، كوني تقول أنا مانيش قاعدة نخون في روحي، ومانيش قاعدة نخون في مبادئي، ومانيش قاعدة نخون في القيم متاعي، وخاصة مانيش قاعدة نخون في الوطن متاعي. دونك من ناحية هذه تبدأ على القليلة تتشقلب تفركس على النوم، أما من ناحية هذه تبدأ متهني مرتاح وتنجم كل يوم تحاول تقدم
كل يوم تحاول تقدم حاجة معناتها مهما كان. نعم سي كمال كالعادة حضرت لنا حاجة، وخاصة وأنه الأستاذة ليلى طوبال يعني مسيرة من 13 سنة ما شاء الله وهي في المجال هذايا، ومجال خذا منها يعني كما عطاته طبعا وعطات للبلاد هذه زادة معناتها أكيد أنه تخدم فيه بك المحبة وبالمجهود وبالتعب وإلى آخره. نحب نقدمها على طريقتي. نعم على طريقتي. تفضل. ليلى طوبال ثابتة الخطى في بناء الكيان المسرحي التونسي الحداثي وما بعده. هي كالشجرة التي تتلقى الحياة من الجذور التي تعطيها كيانها، وهي نظرة عضوية بالنسبة للمسرح، ولكنها مع ذلك لا تتناقض مع الرومانتيقية، وأحيانا يكون المزج بين المتناقضات صادما ومثل. والمسرح عموما يقوم على الصدم، على غرار الهابنينج. ليلى تمتاز باللياقة اللغوية والسمو الشعري، وأعتقد شخصيا ونحن نحتفل بمرور 400 سنة على وفاة شكسبير، أعتقد أن أحد أسباب خلوده هي سمو شاعريته، وهذا أيضا ما صنع شعبيته. وأنا مسلم بمقولة مارسيل ماريشال بأن المسرح الشعري هو المسرح الشعبي بامتياز. إن عودة الشعر إلى الكلام الدارج يناسب في رأيي بحال من الأحوال التعبير لا عن مفاهيمنا فقط، بل عن حيراتنا أمام الأحداث التي يعيشها شعبنا. لقد أزف أوان حدوث تغيير بعد مرور 5 سنوات من الثورة، وأستطيع أن أقول بأن في مسرح ليلى طوبال أعراض هذا التغيير، ولعل في مسرحيات رهائن، آخر ساعة، غيلان وسلوان طبعا خير دليل على ما أقوله. هناك وعي بالتغييرات الاجتماعية ومحاولة لاستنطاق هذه التغييرات وترجمتها إلى مسرح توعوي بلهجة وخطاب بعيدين عن التقريرية والمباشرتية اللتين سقط فيهما أغلب المسرحيين إبان الثورة. واستطاعت ليلى تجنبها عموما رغم كونها مثيرة للحماس. وهنا طبعا أتوقف للترحم على روح الراحل المسرحي الفذ عز الدين جنون، الذي والحق يقال قد ترك فراغا من الصعب ملؤه، فهو بدون شك أحد أعمدة الإخراج المسرحي الحداثي، وصاحب مشروع تكويني في كل شعاب الفن الدرامي شهدت له دول إفريقيا والوطن العربي عموما، ومنظمات دولية تهتم بالشأن الثقافي بشكل عام والمسرحي بشكل خاص. كان المرحوم عز الدين جنون رفيق درب ليلى طوبال لسنوات مضت، حقق فيها نجاحات كثيرة. مرحبا بك ليلى طوبال، الكاتبة والممثلة والمخرجة والنقابية ومديرة مهرجان، وبالخصوص المناضلة في الصفوف الأمامية لحرية المرأة وحرية التعبير والحرية بوجه عام. مرحبا. عايشك عايشك، ألف شكر، ميرسي بوكو على التقديم الجميل. هذا مرحبا، تستحق أكثر منه. يعيشك يعيشك. طبعا اسم كبير أستاذ كمال يعني، وربما تقديمك أكيد رائع، وأعمالها ونضالاتها بالمسرح. أنا نحب نبدأ من النقطة الأخيرة قبل طبعا ما نفسح لك المجال ونعطيك الميكروفون. يعني النقطة الأخيرة اللي قالها سي كمال، إنه النضال هذا النضال بالفن، واللي هي ماهوش متاح للناس الكل. يعني ربما هناك البعض اللي يقوم بمسرحيات أو يقوم بلوحات أو بكتابات أو غيره، يكتب لنفسه أو يكتب لأسباب معينة، لكن هناك مثقف يحمل الوطن في داخله، يعني مسكون بهذا الوطن، يجتهد ليل نهار كما قلتي في البداية، لا يرتاح ولا يكل ولا يمل، وهو يبحث عن شيء يقدمه لهذا الوطن بكل استبسال رغم كل ما ربما ممكن انه يعانيه. واعتقد انه المسيره المسرحيه هذه اللي نتبعوها من الاول للاخر
يعني في هذا التوجه تحديدا أستاذ؟ أكيد. معناتها فما حاجة هامة برشا، يمكن الناس اللي عمرها ما مشت المسرح، عمرها ما تفرجت في فيلم، عمرها ما ممكن قرأت كتاب، معناتها يقول لك هالعباد اللي طلعوا بعد الثورة يحكيوا على تونس ويحكيوا عن النضال، معناتها أنا الحقيقة يسخفوني برشا العباد هذوما، على خاطر للأسف يعتبروا كونه النضال حاجة هكا تولدت جات ولا هبطت علينا من السماء. سي كمال يعرف حكاية على أعمال مسرحية، معناتها مش واحد باش يحكي على روحه، أما كي تقول أنت في 2009 وقت انتخابات بن علي في مسرحية آخر ساعة، صوتوا باسم الحرية والديمقراطية، صوتوا حد ما شافكم وحد ما هو باش يحاسبكم، نحبك يا بلادي مهما عملت، مهما ظلمت، مهما خسيت، مهما ذليت، مهما عذبت، مهما بكيت. معناتها عبدك يقول لك اليوم شكوني ليلى توبال اللي قاعده تحكي على السياسه، قل له سامحني، معناتها نهار اللي تعرف انت شنو اللي كان صاير في البلاد كيفاش كنا، وسي كمال اكثر واحد يعرف الشيء هذايا، كيفاش كنت تجنجل مع سونسور باش تنجم تعدي الميساج. رهائن 2006 حكينا على الارهاب، عمل كامل يحكي على الارهاب وقت بعد اللي صار في العراق، كتبت رهائن. معناتها الشيء هذايا وزيد، معناتها انا انسانه هكا عندي حاجه ما نعرفش، معناتها يمكن حتى لتوا مانيش فهمتها. كي كنت صغيرة صغاري بدأوا يلعبوا وانا نبدأ باهتة في جبال بوغرني، ما تنقول فما حاجة هكا في الدنيا اللي ماهيش حاجة عادية، اللي ناخذ الطاقة باش نجم نكتب. معناتها حتى الكتيبة بديت نكتب ياسر عمري صغيرة، معناتها هكا عندي لا بلوم فاسيل كيما معناتها بديت نكتب شعر، بعدك هكا في القضية الفلسطينية خجلون حتى الموت وك الشعر معناتها الملتزم. دونك فما حاجة البدن ياخذ يستنشق الهواء متاع البلاد. معناتها أنا كي مرتين خذيت في مهرجان القاهرة المسرح التجريبي وقت اللي كان مهرجان كبير وعظيم، جايزة أفضل ممثلة، وجاوني برشا عباد وقالوا لي حنعمل منك نجمة كما يقولوا هم، قلت لهم نحب نقعد نجمة في بلادي. معناتها أوكا ماما مشيت لطوكيو، معناتها جاوني فرص لا تعد، ما نجمتش نخرج من تونس. قلت عركتي لهنا، عركتي في هالبلاد. أنا كي نغيب شهر كي نهبط من المطار كي بناية صغيرة نبدأ نبكي، معناتها كي نعاود جو غوتروف لا تونيزي. دونك الشيء هذاك يخليك معناتها كل قطعة في بدني شامة ريحة تونس، وكل غزرة في عينيا معبية بألوان تونس وبوجوه التوانسة. كيفاش تحب هالكتيبة تكون، ما تنجم تكون كان خارجة من جواجية. هذاك علاش كما قال سي كمال معناتها فما حاجة عضوية، فما قصة عشق اللي مازالت ما شحتش، ووجهها مازال ما جلدش، وشعرها مازال ما ولاش أبيض بالشيب. كل يوم تتولد وكل يوم تبدا كل بيبي هكا تدلل بيه وتغني له في الليل نني جاك النوم. معناتها قصة عشق كل يوم تعاود تتولد من الاول جديد، وكل يوم تكبر كيما نقول في سلوان يا بلادي كل يوم حبك يزيد. دونك الكتيبة ماهوش الفعل متاع تكتب للمسرح فقط، لا، تكتب باش تقول حاجة، تكتب باش تقول للبلاد هذه حاجة. معناتها بالنسبة لنا الكتيبة كاني كل يوم نعنق تونس. معناتها فما علاقة هكا بين بدني وبين البلاد هذية، بين قلبي وبين مخي وبين البلاد هذية. هذاك علاش الصدمة اللي يحكي عليها سي كمال معناتها اللي هي صدمة إيجابية جزئية هامة عند البعض، وصدمة سلبية عند البعض الآخر،
اللي يعتبر كونه قصة الحب هذه ما تعنيش، وأنا ما يقلقنيش في كل الحالات كونه قصة الحب معنيين بها الناس اللي تحب تونس مش معنيين بها ناس آخرين. دونك الصدمة هذه صدمة باش تقول كوني هالبلاد هذه محتاجة لكل كلمة، لكل تبسيمة، لكل دمعة، لكل ميكرو، لكل قلم يكتب. دونك كي نبدأ نكتب ما نبداش نخمم شنو معناتها، كي نبدأ نكتب نبدأ صادقة مع نفسي قبل كل شيء. معناتها نكتب وانا نبكي، نكتب وانا مروحة من مظاهرة، نكتب وانا مرات وقفني تقول لي يا بناتي تونس وين ماشية، نكتب وانا عايشة كل يوم على إيقاع معين. معناتها مش ما نستغربش برشا كي الكتيبة تخرج بالعنف هذايا، وتخرج بالمحبة زاد، على خاطر ما عنديش هدف اخر. معناتها عندي هدف برك كوني نحب نقول البلاد هذه نحبها وكهو نقول فيه في الشارع، نقول فيه على الفيسبوك، مي ان طون كوتور معناتها ككاتبه مسرحيه ما نجم كان نقوله في الشيء اللي نقدم فيه للجمهور وبلغه انيقه. خاطر ليلى في لغتها حتى في لغتها الطبيعيه تسمع فيها تتكلم يعني عندها أناقة في الاختيار الكلمات، وأناقة في لغتها، وشاعرية قل ما نجدها في المسرح. الصدق هذيك الصدق لأنه نابعة، يعني الكتابة مش تقرر إنها تكتب، يعني حاجة خارجة طبيعيا منها. بخلاف هذيا أنا ندافع على اللهجة التونسية اللي هي عندنا لهجة فيها زنز شاعرية وفيها تصاور وفيها إيقاع. معناتها أنا أي بلاصة نمشي لها نتكلم بالتونسي. معناتها في البلدان العربية ما نعمل حتى مجهود متاع باش نولي نفهم فيه، لا يا خويا التونسي متاعي مفهوم أنا وندافع. هذه لهجتي مرتبطة بهويتي أنا كتونسية. معناتها أنا كي نكتب باللهجة التونسية وكي نمشي ونحكي باللهجة التونسية حتى في بلاتوات معناتها اللي يقول لك يحتمل ما نفهمش، ميسالش أعمل مجهود كيما احنا نعملوا مجهود التوانسة تبارك الله علينا نفهموا اللهجات. أنا ماذا بيا زادة كي نمشي لبلاصة ندافع على لهجتي اللي هي جزء من هويتي وجزء من حياتي وجزء من تراثي. معناتها هذا أمي ومماتي ومماتك وعزيزي كمال يتكلموا كيفنا. معناتها نتفكر أن مقولة متاع أحمد شوقي على بيرم التونسي، يعني بيرم التونسي في اللهجة الشعبية يعني قوي ياسر، يقول أخاف على العربية من بيرم. صحيح. معناتها حتى ليلى طوبال عندها وفرض روحه بيرم، يعني فرض روحه في وقت تعصب للهجة. لا، واللهجة اللي تتكلم بها ليلى طوبال متفردة بتاعها ومفهومه زاد، يعني ما هيش هاجينه زاد اللهجه نتاعها، يعني اللهجه التونسيه الاصيله مش وايقاعها تستسيغ الاذن ويستسيغ العقل. انا بعد ساعات نعدي جمعه واحله في معناتها تعبيره نحس كوني فما نجم نمشي نفركس في قاع البير متاع اللهجه التونسيه ونلقى حاجه اللي النبض متاعها عنده نفس إيقاع قلبي. دونك معناتها فما بحث كبير تكتب تعمل الجاي الأولاني وبعدك ترجع وتولي تخدم على اللهجة التونسية تخرج، باسكو معناتها غنية برشا، سي اون غيشيز كوم اون نو بو با ايماجيني. معناتها اليوم ممكن هكا شوية تبدلت اللهجة، تبدلت اللغة شوية، زاد المسلسلات معناتها ما عاونوناش برشا باش نخرجوا قيمة اللهجة التونسية. اللي يحب يردها هكا مفهومة معناتها فماشي ما يتباع المسلسل وما قريب شوية شرقي وهو ما فما حتى مسلسل تباع حتى لتوا على حد علمي. معناتها المجهود الكل تحت في الماء معناتها وحتى الشباب وكل شيء بعد ساعات تحكي ما يفهمش كلمة alors que هو كلامنا التونسي معناتها. دونك ندافع كيما هكا ماذا بيا رام زينة بالشاشية محلاها تاعت وي سي تري بو، ولا اللبسة التونسية توا رجعنا معناتها الصناعات التقليدية وكل شيء.
لهجتنا قطعة منا زاد. هي اكيد هي جذورها، هي تعطي الجذور تحسها في النصوص في الاعمال نتاع ليلى طوبال، هي اللي تعطيها كيانها بالمجد كمرأة تونسية حقيقية معناها. نعم. ليلى الوطن، المرأة، الأجيال، الماضي، الراهن، الآتي، هي مجمل ترصداتك، وأحيانا لا نفهم هل فيما ترصدينه أو تتوقعينه، خاطر عندها برشا توقعات. هذه الغريب في الأمر، عندها حدث غريب. هل فيه تشاؤم أو تفاؤل أو إقرار بهزيمة أو معاينة لغير أن كونستا؟ أنا ما نعرفش كمال أنت تبع شوية فيسبوك ولا لا؟ مش فيسبوك يا سي كمال. خاطر فما سيب الهامة معناتها في الفيسبوك، الناس الكل تاع فيسبوك. أنا في أول 2012 كي العباد صارت لهم صدمة معناتها بعد الانتخابات وكل، قلت لهم أنا حليت حانوت نبيع فيها الصباح جرعة أمل، عند الأول وقية حب، وفي الليل كمشة أحلام. وكل يوم الصباح كنت نقول هكا معناتها نعمل دي ستاتيو نتاع حلوا شبابك وعنقوا تونس، تعطينا أمل. دونك بكل تواضع معناتها نقول فيه الكلام، آلاف من الناس يستناو ستاتيو اللي هو مجرد كلام اما يعطي امل. عندي جمعتين التالي قلت لهم يا جماعه يظهر باش نعاود نحل الحانوت. يظهر لي راه في برشا ناس هكا مدبرمه والامور ماهيش باهيه حتى تعرف يا سيدي باش نعاود نحل لكم الحانوت. باش نجاوبك دونك على سؤالك سي كمال، انا نرفض رفضا باتا وقطعيا رغم الوجع ورغم خيبات الامل ورغم الالام ورغم كل ما يتقال، كوني جو فيكول حاجة مربوطة بالتشاؤم. هذايا عهد قطعته على نفسي، مش ممكن نعدي حتى كان نبكي، حتى كان بعد ساعات نكون في حالة صعيبة برشا، ما نجم كان نكون ندز باش الناس ما تيحش، وحتى كي تيحوا تتمدلهم يد وتوقفهم. نرفض رفض باتا وقطعي كوني ليلى طوبال تعدي أي مساج فيه تشاؤم ولا تقطع الأمل ولا اللي هو لا رغم أنه الناس كي يتفرجوا في المسرحيات في أغلب الأعمال لازم يبكيوا في الأعمال من تاعك، يعني صحيح فما كذلك لكن زاد يبكيوا يعني أنا كنت يعني حضرت يعني بكي أنت مش بكي هاك تتأثر شوية، يعني تبكي من داخل بكي أي مثلا سلوان مثلا. سلوان تعرفش علاش؟ على خاطر سلوان حاجة خاصة برشا، لأني سلوان حكيت على 3 سنين اللي بعد الثورة، وأي واحد يجي يتفرج في سلوان يرى وجيعته في سلوان، ألوغ في سلوان العباد ماتت بالضحك، العباد تتعدى من التقهقيه للدموع. خاطر كي تقول هذه البلاد ليكم والربيع مهما بعد لا محالة جاي ليكم، وتمشي ناس وتجي ناس وتقعد هالبلاد ليكم، والدراب والأحمر والأبيض ليكم، اللي عنده ذرة وطنية واللي عنده ذرة حب البلاد بتنجم كان دموعه تعبت. ما كانتش نيتي نبكي العباد، أنا كتبته بالدموع هذاك، أنا كتبته بالدموع والوجيع، ما كانتش النية. الله غالب زاد فما كلام يعديلك ليموسيون، فما كلام بعد ساعات هكا واحد يكون قاعد انت صاحبتك تجي تحكي لك حكايه تعمل هكا دموعك تهبط معناتها. فما حاجات تعدي ليموسيون للعباد، وسلوان معناتها حبيتها تكون في الفترة هذيك. حتى الناس تقول لي مش بيك مثلا ما زدتش والأحداث، نقول لهم أنا مانيش نعمل في أخبار 8 متاع الليل، أنا كتبت سلوان لفترة معينة وحبيت نقعد وفية للطاقة للي كتبت فيها سلوان، ما بدلت فيها لا نقطة ولا فاصل من أول نهار من 17 جانفي 2015 لآخر العرض، وسلوان كما هي.
دونك معناتها هام برشا حتى في البكاء هذيا نتاع الماما الاخراني نتاع سلوان، حتى كي نحكي على الشهداء، حتى كي نقول ديما نقول كوني البلاد هذيا ضربوها على ظهرها قسموه لها وما زالت تمشي وما زالت تتبختر عشوك وما زالت تبسيمتها زاده في زينها شطر. مش ممكن ما فماش، ومانيش باش نلوح السلاح ومانيش باش نهار نقول لك هاو سيء كملنا وفينا وتونس مشيت، مستحيل. الموت اهون عليا ومش كلام بركه، الموت اهون عليا من كوني نهار نسلم ونقول سيء تونس وفات. مادامنا حيين، مادام فما هالقلب اللي ينبض كل يوم باش البلاد هذه تقعد واقفة رغم كل شيء، رغم الضرب، رغم الدم، رغم الإرهاب، رغم خيبات الأمل، رغم الوجيعة، باش نقعد لآخر نفس في حياتي. حتى كان أنا معناتها ربي حب يهزني وما نخلطش على تونس اللي نحلم بها، أكيد كونه وسيط عباد باش يجيوني القبر ويقولوا لي راهي واقفة وشيخة وراهي تمشي على ساقيها. لطفا نحب نسألك سؤال هكا على الطاير. لو طلب منك أحد الشبان نصا مسرحيا، يعني تمكنوا من نص مسرحي وتخلي له حرية التعبير على أحد النصوص بتاعك، عينيا مغمضة، عينيا مغمضة، عينيا مغمضة. معناتها أنا منيش نكتب الروحي، أنا نكتب معناتها بون توا نكتب الروحي بيان سور. أما كان نهار يجي حد يقول لي معناتها يعطيني حتى شنو نحب، عينيا مغمضة. بالعكس معناتها نكون سعيدة برشا. وزاد مني موش باش يكون عندي حتى دوغا دو ريغار، معناتها اللي باش يجي باش تكون عنده نعطيه نص وتكون عنده. انا طلبوني في سلوان في المغرب وفي مصر الحق سلوان على خاطر حكايه حاجه سبيسيال وحكايه معناتها خاصه تونس. قلت لهم اذا كان باش تخدموا النص راهو باش يكون عندي ان دغوا دو ريغار عليه، معناتها بالنسبه خاطر فما حتى امكانيه كانوا باش يخدموه 4 ولا 5 نساء في المغرب. دونك اما اذا كان معناتها باش نكتب ان جون نكون سعيده برشا وما ندخلش فيه لاش باش يعمل لاش باش يعملش، يخرج هو نعطيه انا نص وهو يعمل اللي يحب على مستوى الاخراج. هو انا سالتك السؤال هذايا لسبب بسيط، انه الكتابه المسرحيه بتاع ليلى طوبال هي كتابه حدثيه بأتم معنى الكلمه، يعني فيها كل متطلبات المسرحه. والدليل على هذايا انه عز الدين قنون كيف تعامل مع النصوص نتاعك انت، معناها خرج منها اعمال رائعه. صحيح. نعاود السؤال بطريقه اخرى. لو طلب منك أحد الشبان أن تمثلي دورا في إحدى مسرحياتها، être dirigé par quelqu'un par un jeune. معناتها شاب. لا شوف معناتها مش بريفير اتر هونيت في حاجة كيما توا اللحظة هذية يمكن مانيش حاضرة على خاطر معناتها فما هكا شوية حرية مخذتها على عاتقي باش نجم أنا زادة نكون مع روحي، نواجه في روحي. تذكر سي كمال اللي أنا بطلت 10 سنين الركح فقط باش نفهم أنا شكون سوغسان، معناتها أنا المواطنة ولا أنا الممثلة ولا أنا الشخصية. معناتها انا الخدمه هذه بالنسبه لي ماهيش تفديك، ماهيش تطلع مثل، ماهيش اي هاوده عندك نص احفظه، لا حاجه اعمق برشا من هكا. سلوان كانت تجربه خاصه جدا لاني عملتها وحدي من الاول للاخر. جافي اون اسيستانت معايا، ما عندي حتى غوغار، اللي حسيته عملته واللي عملته قعدت به من الاول للاخر. اليوم انا في تجربه جديده اللي هي باش تجي مباشرة بعد سلوان، اللي هي مش سلوان 2 سلوان 3 سلوان 4 سلوان 5 سلوان 10، لا عمل مسرحي موسيقي اسمه حورية مع تونسي فرنسي ان فرانكو تونيزيان
بيانيست ان ارتيست معناتها عازف على البيانو اللي عندنا تقريبا 6 أشهر واحنا نخدموا على العمل هذايا اللي كان المفروض يخرج الاسباب تتجاوزنا احنا مشاكلنا في بلادنا ماهيش باش توفى. ان شاء الله باش يكون حاضر في اكتوبر. الارتيست اسمه مهدي طرابلسي عنده تقريبا معناتها مدة وهو في تونس نخدموا نشتغلوا على العمل هذايا. هو على البيانو وانا شوية معناتها على النص مازلنا ما دخلناش في الخدمة. دونك توا مركزة خاصة على العمل هذا اللي هو تجربة زادة صعيبة برشا على خاطرها جاية بعد سلوان بعد السكسي متاع سلوان بعد نجاح سلوان واللي أنا أهوى المغامرة ونكره متاع لواحد سايي لقيت سلوان لقيت الوصفة أي اللي لا معناتها سايي في مغامرة فنية أخرى في نفس l'univers معناتها في نفس العالم تاع ليلى طوبال. لونجاجمون الالتزام متاع الكتيبة مع الارتباط العضوي بالشيء اللي صاير بكل شيء مع مهدي طرابلسي عازف البيانو اللي باش تكون حاجة مختلفة إن شاء الله على كل مريناه متاع الموسيقى. يعني الموسيقى اللي عندها دور صحيح. الموسيقى اللي معناتها كي اكومباني لا معناتها قاعدين نفركسوا غاطسين حاشين هكا معناتها نفركسوا على حاجة مختلفة ان شاء الله. ايضا العمل يكون كيما نحلموا به وكيما زاد الناس تستنى العمل اللي باش يجي بعد سلوان. كي نكمل حورية نجاوبك. اسمه حورية ولا اسم يعني يمس كذلك لانه اسمنا يعني اسم تونسي. حورية هو حورية اسم عربي اما اسم يعني موجود. حورية اسم تونسي وبالطبيعة حورية نعرفوا احنا توا بالشيء الكل دور الحورية في الشيء اللي صاير في عديد البلدان العربية معناتها حور العين في جرتهم آلاف قاعدين يموتوا. دونك حورية في وسط المعمى هذه وإلا حورية النصف الأسفل سمكة تنجمي نعم. مش نسمعوا نغم هدية منا ليك بصوت ماجدة الرومية. لكن قبل هذا صديقتنا المكلفة بالجانب الثقافي في السفارة التونسية في مصر تقول معناتها وقتاش يشوفوا المسرحية في مصر ويتمنوا انهم يشوفوها وتوجه لك تحية. وكذلك صديقتنا عايشة بيار من إذاعة صفاقس يوجهوا لك تحية. فما نية أن تكون سلوان قريبا في مصر؟ يعني أنا ما نعرفش بصراحة ما نتصورش. أنا الكلام هذا ما حبيتش معناتها الواش مصر احنا في تونس سبيكتاكل ما دارش هذا الكلام ما قلتوش. نجم نقولوا اليوم على خاطر سلوان وفات خاطر ما تعرف في تونس تولي كي تقول حاجة تولي تعمل في البوز وباش تجيب جمهور. معناتها سلوان صار عليها بلوكوس بوليتيك والكلام مش أنا قلته معناتها العباد اللي قالوا لي سلوان ما عجبتش. سلوان أول أسبوع خرجت فيه كنت تذكروا الإشاعة اللي خرجت معناتها اللي أنا وقع اختطافي واغتصابي. سلوان ما عجبتش الناس اللي كتبت عليهم المحاكمة اللي صارت ل3 سنين. دونك صار معناتها ان فري بلوكوس السلوان. واخر مرة هذيا معناتها الايامات الاخرى كنت في صفاقس في ليفينمون SOS برج قلال اللي انا عامل تالي معناتها فما ناس عاملوا جميع المستحيلات باش تمشي سلوان لصفاقس وصار معناتها تحطت العصا العجله كما نقولوا. سلوان ما مشيتش لصفاقس وحتى كي مشيت عملت بيرفورمانس نتاع نص ساعه وكنت هكا معناتها مع برشا عباد جاو يباركولي وكل والناس كانت الحقيقه متاسفه برشا معناتها علاش. نشكر مدام زحاف اون باسان كوم سا اللي هي استدعات سلوان لليفينمون هذايا هكا معناتها جات ناس تبارك له كل شيء. علاش يا مدام علاش ما تجيناش؟ غزار واحد قال لهم يا اخي من عمناول وحنا في بالنا اللي فما ان بلوكوس بوليتيك على مسرحيه سلوان. وانا في معناتها فما برشا عباد تحاولوا جاو تفرجوا معناتها في سلوان في تونس
وقالوا لي العمل نتاعك صعيب برشا كانوا يتعدى في البلدان العربية. معناتها نعترف ونقر كونه عمل وخاصة فيما يخص المرأة صادم. وأنا اخترت كلماتي بالحرف وبالنقطة باش نقول الكلام اللي قلته في الباساج متاع المرأة، ونتصور كونه مازلنا بعاد، مازلنا معناتها من غير ما نقول مازال أعمال كيما هكا ما تنجمش تمشي. حتى معناتها فما عباد في تونس قالك مولات الربة الحمراء ما تجيناش. الربة الحمراء سمعناها. اي سمعتوها. دونك مولات الربة الحمراء ما فما حتى قوة نجم تمنحها الا الموت بالطبيعة. ومثالش حتى اللي يبعثوا لي يقولوا لي سنقطع رأسك إربا على أيدي الجهاديين آجلا أو عاجلا، نقول لهم مثالش أنا مؤمنة نهار اللي ربي مقدر لي باش نموت حتى حد ما يفكني. المهم راسي باش يقصوه ماهوش باش يطبس نهار وماهوش باش يقول يا سيدي السمع والطاعة. دونك نتحمل مسؤوليتي في كل كلمة قلتها في سلوان وكل كلمة قلتها في بلاتو ولا اللي هو مش اليوم ومش بعد الشيء اللي عملناه ومش بعد الوجع ومش بعد الدموع ومش بعد العباد اللي فرقونا. باش اليوم معناتها حاجات كيما هكا تنجم تخليك توخر ولا تخمم تقول لا يمكن السبكتاكل الجاي ما نقولش هكا شنو اللي نعمل. لا 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 ما فما احنا السنسرة نجمنا نقولوا فيها فما عباد بيان سور وفما اعمال تسنسرت هذا شيء معروف. معناتها اليوم السنسرة كانت واضحة عندها وجه معروف. ترى أستاذة ليلى أنه السنسرة قبل خليت أنه الأعمال احنا حكينا فيها نفسي كمال في مواعيد أخرى، خليت أنه فما أعمال قوية برشا قبل أكثر من الآن. نتصورش بيان سور السنسرة كونك كما قلت لك قبيله تحاول كيفاش تركب باش ما تتسنسرش، على خاطر هو مش مهم كونك تعمل هكا فوعه وتقول راني تسنسرت، المهم تخدم سبيكتاكل وتوصله للعباد وتقول معناتها في اخر ساعه وقت اللي فما اللجنه نتاع سونسور اللي هي كانت تقول لك اللجنه كانوا يسموها لجنه التوجيه واللي هي لجنه سنسره. معناتها عندي انا شاربه حمراء هكا نبدا نعمل فيها ونحكي على صوته، عاد قالوا ضربوا تونس، قلنا لهم لا هذيك الشغب نتاع ألف ليله وليله ماهوش ضربوا تونس. معناتها حتى كي اللجنه تجي وتبدا تناقش فيك تعمل روحك مولا دار مش هنا، العبد اللي باش يجي يتفرج فيك يفهمك علاش تحكي. معناتها انا زاد نتصور كونه المتفرج ما عنده ما يملك من الذكاء والحس باش يفهم لي ميساج. معناتها مش لازم تقول لي هوني بير انا ما نعرفش المسرح يقرر، انا نكره المسرح اللي يقري واللي تصور روحي اذكى من المتفرج ويعطي في الدروس المتفرج. لا 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 معناتها الند للند المبدع والفنان معناتها انا هكا نتعامل ما نتصورش روحي اذكى. اون بليس احنا نقولوا في الشيء اللي الناس الكل تعرفه، الطريقه الفنيه هي اللي تخليك تقول في شيء مختلف واللي يوصل مختلف من الشيء اللي نقولوا فيه. كل شيء معروف، كل شيء تحكي عليه، الحب تحكي عليه، الحرب تحكي عليه، الوطن تحكي عليه. معناتها فما كانت طريقه الفنيه نتاع الطرح اللي هي تخلي كونه انكور اون فوا ليموسيون توصل للميساج. انا نحكي بدون وصايه من المسرح، نحب نكره الوصايه حتى بلاش كيف عملنا التعليميه في وقت من الاوقات دارك امور عرف اللي الحكايه مش صبان بالقمع. هذيك علاش الاعمال هذه اللي ظهرت خاصه 2000 واخر 2011 و2012 واول 2013 الان ما عندهاش حضور، يعني نسيناها. حتى فما اعمال كانت مباشره برشا تحكي على الثوره وعلى اليسار وكل الناس. ميسالش تعرفش علاش؟ على خاطر راو العباد كانت معناتها مشتاقه للكلمه تعبير. الحره فهمتني؟ ميسالش فتره وتتعدى. معناتها خلي العباد تقول. توا انا يقولوا لي الناس الكل تخدم على ثوره، سامحني ملا عملنا ثوره في البلاد باش نقوم نحكيو على عصافه اللي تزقزق. ما كل واحد يحب يحكي بطريقته، حتى كان فما مباشره، حتى كان اعمال نسووها. خلي العباد تستخسر، انت خسر عليها. معناتها
انا نقول فما يرحموا اسمه شبيل لحبيب شبيل قال كلمه ياسر حلوه، قال التوانسه تدازز في صحراء تلواج يا اخي. انا نعمل في الصحيحه تي ما نعرفش، انت تعمل في الصحيح تي ما تعرفش، تي هاد لا بلاس بور تو الموند. خلي اللي يحب يعمل في المباشر، اللي يحب ينكد، معناتها لازم مانيش معناتها حكوكة طماطم خارجين يعمل. بلاد محتاجه كونه يكون فيها الراب ويكون فيها الفن الراقي وتكون ليلى حجيج ويكون بن جرمان، معناتها يد لا بلاس بور تو الموند. فاش قام تحبونا كاتالوجيل كنا نعملوا لا انا نعمل في المسرح الملتزم مش عليا فيك، انت تختار تعمل واحد. انا نحب نعمل ستاند اب ولا نحب نعمل مسرحيه هكا الكل ملاحف. إذا جاء إلهامك هو شو اسمه مايرهولد كان تحت ستانيسلافسكي، خرج ستانيسلافسكي مشى يخدم، ما قال سبوش، قال يرحم فمك. لا فما معناتها عركات، أنا نعتبرهم عركات زايدة. نعم. عركات زايدة على خاطر كل واحد عنده جمهوره، عنده بلاصته، وكل واحد مسؤول على روحه. شكون حدكم وصية انتم على المسرح ولا على الموسيقى ولا على السينما؟ ما انت عليك بروحك ولا لا؟ توا انت جيش سماح يقول لك واحد اي اشرب بالسيف كجو دورانج، قول له لا يا خويا تحب تشرب وانت اشرب على روحك، انا راني نحب نشرب دبيب زمان. صحيح ولا لا؟ معناتها ما نفهمش انا علاش تتسع للجميع يعني. صحيح. والبلاد هذه تتسع للجميع ويلزمنا نشوفوا حاجه برك. انا نقول كونه عبد يحترم معناتها الجمهور، يحترم ذوق الجمهور، على خاطر احنا عانينا معناتها من التصحر الثقافي اللي صار ومن الاقصاء، على خاطر احنا توا معروفين كنا ما نمشيوش الجهات لاسباب معينه. اليوم زاد كيف نتيحوا في نفس الشيء. قبيله نحكيو على سانسرا كان عندها وجه معروف، معناتها بن علي معروف، اللجنه نتاعو ما تجبدش السياسه، ما تجبدش كذا. اليوم يقوم واحد من القهوه يشرب في كابوسا يقول لك لا مولات الربه الحمراء ما تجيناش لهنا، سامحني شكونك انت؟ والعباد تخاف وتولي. معناتها انا نحكي لكم حاجه غريبه صارت، ليفينمون تاع باريس اللي معناتها سلوان ماشي لباريس، معناتها واحد حط اون مناس كاريمون على ليفينمون. العباد دخلت بعضها في فرنسا، معناتها قالوا لي كيفاه مدام توبيل انت يجيوك دي مناس دو مور شنو نعملوا سيكوريتي؟ قلت ما تخافوش. لا معناتها علاش فاش قام هذا الكل؟ قول القاي فاش قام؟ انت ديجا ما تفرجش في المسرح وزيد كان ما يعجبكش المسرح نتاعي، ما تجيش تتفرج وزيد كان ما يعجبكش كلامي، كاني في التلفزه زابي، كاني في راديو سكر وكهو. معناتها كاني في مسرح ما تجيش، احنا كاني في مسرح ما تجيش، معناتها اون بليس واحد لازم يقص تذكرته باش يجي. نعم. على ذكر باريس، المواعيد وقتاش باش تكون في باريس؟ هي غدوه ساعه اخر عرض لها في تونس؟ نهار لحد 8 ماي 6 نتاع العشيه في فضاء التياترو. نعم. اللي هي صار فيه معناتها الكرياسيون صارت فيه، قدمت تقريب معناتها نسيت قداش، وهي سلوان قدمت في 55 مناسبه. حبيت نسالك سؤال قداش من عرض؟ 55 عرض في التياترو، في سينيفوغ، في ريو، في لاغورا، في سوسة. مشيت مارتين معناتها المهرجان الصيفي والاسوسياسيون، خاطر لا سوسيتي سيفيل هما برشا في الحاجات هذيا. مهرجان الحمامات وكان عرض خاص برشا معناتها حمامات، مهرجان حمامات كومبلي. وكانت ام الشهيد سقراط يرحمه وينعم ويرحم جميع الشهداء اللي جات فرجت في التياترو وجات حضرت عرض الحمامات وجابت لي مريول فيه تصوير سقراط وطلعت شخصان ولبستي مريول سقراط، ومعناتها كان مسرح كامل ما تنجمش في حاجات كامل هكا بالطبيعه، على خاطر سلوان اوماج للشهداء الكل. وشكري بالعيد كان حاضر برشا في السبيكتاكل هذايا، وأوماج للمرأة التونسية اللي وقفت شوكة في حلق المشروع الظلامي اللي كان يخاطب تونس. أوماج للبلاد هذيا اللي باش تقعد حية وواقفة. دونك 55 عرض فيهم برشا
فما زاده فما حاجه فما يا لو فينومين جو لو دي برشا تواضع معناتها لو فينومين. فما عباد شافوا 20 مره سلوان معناتها بخلاف العباد شافوها زوز وثلاثه واربع مرات. معناتها تقريبا 94 ارتيكل دو بريس تكتب على سلوان، اكثر من 200 تيمونياج معناتها. فما حاجه فما رجع صارت الفستيفال دو كارتاج عمناول زاده بوغرنين العزيز عليا مع صديقتي سلمى بكار وصحابي الكل اللي عملت معاهم، وعنينا الأمرين فاطمة بندانة ورياض بالوحشية وغازي عبروك. معناتها زاده كان ان غران مومون في مهرجان بوغرنين قدمت فيه سلوان. واكا هاو توا خاطرني محتاجه زاده باش نتعدى لحاجه اخرى جديده وباش تمشي لباريس بالطبيعه. باش نمشي لباريس نهار 22 ماي في باريس، وباش تصير زاده رونكونتر ديبا لو 27. موجودين الاخبار معناتها على الجرائد الالكترونيه وعلى الفيسبوك، موجودين المعطيات الكل. نعم، وطبعا اللي يحب يحضروا في باريس ينجموا يحضروا، لانه خلينا ما ناخذوش نغم، نستغلوا الوقت لانه عندنا ساعه غير درجين. ربما اعلنت على نغم لكن الحديث يعني معنا برشا حديث مع الاستاذ. نعم تفضل سي كمال. المراه التونسيه في المسرح شنو مكانتها توا في رأيك انت؟ نحب رأيك انت بالذات. انا نتصور كوني مش نتصور يعني الممثلة التونسية المخرجة التونسية فهم مخرجين شنو هي مكانتها بالضبط في المسرح؟ مكانتها عندها مكانتها لا سا بلاس اللي ما نجم حتى حد يفكها لها، على خاطر مش من اليوم، من اللي كانت شافية معناتها فما عندنا سوكل احنا كنسات وانسة كفنانات، عندنا شيء مبني، ما جيناش لقينا هكا الامور سبهلة لا. دونك العباد هذوما اللي فرضوا بلاصة المرأة في الفن، ما زالت المرأة بقدرها بقيمتها بإبداعها بكبارنا بصغارنا معناتها. المرأة عندها بلاصتها في المسرح كممثلة بالأساس أكثر من إخراج ككاتبة. عندنا أقلام كبيرة برشا معناتها، أقلام نسائية، ولو أني أنا راني بعيدة برشا على ديسكور فيمينيست. نقول الإنسان فينا هو اللي يكتب معناتها امرأة ولا راجل. دونك أنا ما نتصورش كوني المرأة اليوم المرأة الفنانة مازالت تبحث هكا في اون ريكونيسانس، معناتها تجاوزناه بأشواط بعيدة برشا. المرأة موجودة بصفة طبيعية زادة معناتها. ليلى فما اون روي فير لا تلفزيون، ثم لهفة كبيرة على دخول عالم التلفزة. اي مرة أخرى نقول كونه اختيارات شخصية. معناتها أنا مثلا اللي طول عمري رفضت باش نعمل المسلسلات الأسباب شخصية والأسباب فنية خاصة، وأسباب هكا أنا هكا شوية مقربعة معناتها. فما حاجات ما نقبلهمش، فما حاجات ما نجمش نعيشهم، ما نجمش نتعامل معاهم معناتها. أنا نقول العباد أحرار في اختياراتهم. وزيد نقول حاجة أخرى سي كمال، المسرح شنو قاعد يعطي للعباد؟ المسرح شنو قاعد يعطي؟ البلاد هذية شنو قاعدة تعطي للمسرحيين اللي عطاو عمارهم للمسرح، نساء كانوا ولا رجال؟ شنو اليوم وضعية الفنان؟ نحكي لك نجبد لك على اللي مريض وعلى اللي ما عندوش دواء وعلى اللي في 10,000 يحل فيها. معناتها أنا الحرب اللي حليتها على حاجتين نعتبرهم مهمين، هي اتفاقية بين وزارة الثقافة ووزارة الصحة من أجل التغطية الاجتماعية، على خاطر ما يذل كان المرض، على خاطر واحد كي يبدأ بصحته يمشي يهد لجبال وينطر الفرنك. اليوم الفنانين اللي كبار في العمر اللي ما خلطوش باش يعملوا يصبوا على رواحهم كالسيانسيس المحنونة هذيك، اللي ما عندهمش انتريت واللي ما عندهمش الكارنيه المحنون هذاك متاع الدواء،
معناتها جميع المستحيلات متاع تصير اتفاقية بين وزارة الثقافة ووزارة الصحة باش الفنان مهما كان. عمري ما دفعت على الممثلين برك، ندافع على الفنان التونسي تصير كونه عنده الحق باش يداوي. ما صارتش. ولو ستاتيو دو لانترميتون دو سبيكتاكل اللي كل فنان يقعد 6 أشهر ولا 7 أشهر ولا عام ما يخدمش، عنده بخيم تحفظ له كرامته. اليوم ما نجموش نحكيو على حد شيء بالنسبه لي، وخلي يقولوا تعاود وتكرر. ما نجموش نحكيو على ثوره ثقافيه، وما نجموش نطلبوا، ما نجموش نحكيو على وزاره الثقافه، وما نجموش نحكيو على سياسه ثقافيه وكرامة الفنان، على خاطر الثورة زادة قامت من أجل الشغل والحرية والكرامة. الحرية فكينها من زمان، الكرامة ماهيش مربوطة كان بينا. دونك الناس اللي تهاجر المسرح بخلاف الناس اللي سيئ معناتها أمورهم ريقلة، الشباب هذية اللي تحلم وتبات تحلم باش تطلع على الركح، عطيني شنو اللي قاعدين نوفروا لهم خاطرني أنا نعتبر روحي مسؤولة كنقبية قبيلة سميتلي اللي ما نجمتش نعمل حتى شيء، ونعمل مامية كولبا لهنا في الميكرو متاع الإذاعة، كوني أنا كإنسانة مخي تحرق وقعدت 6 أشهر وانا نفركز على الشيء اللي تعمل في العالم الكل على لو ستاتيو دو لانترميتون دو سبيكتاكل، وما نجمتش نغير حتى شيء. علاش؟ على خاطر يا با لا فولونتي بوليتيك، على خاطر اليوم قد ما تعمل وقد ما تعارك وتقولوا شنو ما زلتوا تحكيوا على الفنان الميزر. اي بابا مازلنا نحكيوا على الفنان الميزر اللي ما يلقاش، اللي يموت وفي جرته 10 شهور كريمه خلصوص، اللي يموت وكأنه في وكاله على خاطر ما عندوش باش يخلص الشيميو، اللي يموت على خاطر عينيه يدهدس مازال يمشي يعيطوا الكاستينغ ويقول له نهارك ب100. هذا المسرح اللي نحبوا نحكيو عليه اليوم. بالنسبه لي انا ما فما حتى حد، ما فما حتى وزاره جات وقالت اليوم قبل الدنيا الكل يلزم المشاكل هذوما متاع الفنانين لقدم على القليله اللي هما تاشفوا قروسنا، اللي هما بناو، اللي هما معناتها طلعوا الصور، شيدوا الصور متاع المسرح التونسي. الناس هذوما يلزمنا هكا، يلزمنا نبداو نتاي كرسي باين نعملوا بيهم، مش نلمولهم نساسيو. معناتها انا نحشم ونبكي ودمي يولي قلب كي يقولك بربي راو فلان ما عندوش باش يشري دواء. انا مازلت نحكي على العباد هذوما، ومازلت نقول الوزراء يمشي ويجي لاهين في اللوكيتش، معناتها نعمل شويه لامس في العينين. واللي بيه الفايده الناس اللي هي تبدع. سامحني ما فما حد شيء تعمل بخلاف المبدعين. معناتها تنجم تعمل 1000 مدينه ثقافه، وتنجم تعمل 1000 مشروع، وتنجم تعمل 1000 بيبليوتيك نيميريك، مادام المبدع اللي هو يعمل في الإبداع واللي هو باش يخلي الأثار الفني ميزر في مكتوبه وميزر في كرامته، ما ينجمش تقوم لها قائمة البلاد هذية. بينما في المنابر مطالبين، استغلوها النقطة هذه، بينما يعني في المنابر مطالبين الفنانين دائما وأبدا من رجال السياسة يتكلموا، يقول لك الفنانين يلزمهم يواجهوا قوى الظلام، ويلزمهم يمشيوا للأرياف وللقرى ويدخلوا في المدارس وكذا وكذا. شعارات فضفاضة، سامحني، شعارات فضفاضة. لأنه إذا كانك بالمجد أنت تعتبر كونه فما مشروع فني ثقافي لمقاومة الإرهاب الفو ميتخو لي مويان، ما نكذبوش على رواحنا. أنا كنحب نمشي للرقاب، كنحب نمشي لسيدي بوزيد، كنقول اعملوا لي صالة يا ولادي. معناتها كيفاش تحبوا تقاوموا وفما في الجهاد ما عندهمش حتى دار ثقافة. علينا ثقافة تحكي. إذا كان معناتها أبسط شيء البناء التحتية يقعد من الصباح لليل يسد في كابوسان ب200 فرنك على خاطر ما عندوش لا يشوف فيلم لا يشوف مسرح. كيفاش تحبوا؟ كيفاش عطيوني المنطق متاع تحارب الفن بالإرهاب؟ هما بنوا هالشعار. عطيني كونكريتمون نعاود نقول مدينة الثقافة. علاش نقول نحكي على المشروع هذا اللي احنا اساسا كنا رافضينه، اللي هو تصلف عليه مليارات، قعدش 5 سنين مسكر ولا لا، اللي باش يتصلح به مليارات،
واللي باش يكمل بيه مليارات، ومن بعداكش بوغ لونتروتونيغ مليارات. انا المليارات هذوما التشدق بالديسنتراليزاسيون، المليارات نمشي 24 ولايه، نعمل 24 فضاء ثقافي كومبلكس كولتوريل قابل باش معناتها في كل ولايه. ماناش طالبين المستحيل، معناتها علاش هكا نقعدوا ديما على مستوى الشعارات؟ يا اخي تحب تعمل الجهاد تهاو عندك، خليها تهي قعدت 5 سنين، زيدها عامين اخرين مسكره، وتلهي حارب من الشيره، وافتح فضاءات في 24 ولايه، يمشي خلي الشباب يبدع. اعطي لي بيتي بروجي اللي الشاب يحس روحه كونه قاعد يحقق في الحلم نتاعو ويعمل في حاجه لبلاده. الكل شعارات فضفاضه، الكل شعارات فضفاضه. يعطيك الصحه استاذه ليلى طبيل. وطبعا الصدق اكيد وصل اللي يسمعوا فينا من غير حتى تعليق على الكلام، لانه في كلامها كل شيء واضح. شكرا ليك وشرفتنا ونورتنا، ان شاء الله مزيد من العطاء. ونذكروا انه يوم الاحد عرض سلوان يوم الاحد على الساعه 6 مساء نكونوا في الموعد. شكرا عبد السلام شمتوري، سي كمال علاوي، نلتقي ان شاء الله في مواعيد قادمه. شكرا استاذ. حديث الركن.